بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. السيد الرئيس، السادة الحضور، يقول العبد الفقير: لقد صمنا عن الأفراح دهرا وأفطرنا على طبق الكرامة، فسجل يا زمان النصر سجل دمشق لنا إلى يوم القيامة إن شاء الله. حين نقول دمشق لنا فنحن نعني أن سوريا لنا، وهذه استعاضة بالبعض عن الكل. وحين نقول لنا فنحن نعني أنها للجميع، عرقا ودينا ولونا ومبتدأ ومنتهى. ومن هنا تنطلق الثقافة التي نريدها. إذا أردت أن أحدثكم عن العبد الفقير أقول: خرجت بعد الثانوية العامة من سوريا عندما كنت أرى أنها ديار ذل كما يقول الشاعر، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي. كان يطلع علينا الذل، لم تكن تطلع علينا الشمس كل صباح. أما إذا أردت أن أتحدث عن الثقافة باختصار شديد فأقول هي أن نفتت ونبتعد عن كل المنظومة الثقافية التي كان يتبناها الوضيع البائد الهارب الذي كان يحتل هذا القصر. هذه هي الثقافة التي نحتاج أن نبتعد عنها. وأما الثقافة التي نحتاج أن نفعلها فهي ثقافة عمل الخير وعمل الإحسان، هي ثقافة التآخي، العمل البناء. لا يمكن بحال من الأحوال أن نذهب إلى ترف المعرفة في وقت تسود فيه الحاجة ويسود فيه البؤس. لا بد أن تتوازى الثقافة مع العمل الإنساني من أجل أن تكون بناءة، ومن أجل أن نصل إلى النقطة التي من خلالها إن شاء الله سوف نستعيد ونسترد المكانة، ملتزمون بإذن الله بالمكانة التي تستحقها سوريا، باستعادتها، بالأمجاد التي صدرناها في زمان غابر جدا قبل المسيح عليه السلام من شاطئ شرق المتوسط إلى العالم كله، ملتزمون أيضا بالانفتاح على إخواننا العرب الذين تربطنا بهم الأواصر الحالية التي لم تنقطع أبدا، ولو كان للنظام البائد أن جعل فيها بعض العوائق فإننا بإذن الله كفيلون بإزالتها. ربما أيضا هناك إشارة مهمة لابد من الإشارة منها، لأنك سيادة الرئيس حينما طلبتنا للعمل في هذه الفترة الحرجة فقد تفضلت قبل قليل بالإشارة إلى أن المناصب لا تصنع الرجال، وإنما نحن في زمن الرجال يصنعون فيه المناصب.